السلام عليكم، إيه الأخبار؟ أنا اسمي إسلام أبو رافع. بتكلم أكتر من لغة، بتكلم دلوقتي بتعلم في اللغة التاسعة. في فيديو أو في أكتر من فيديو على قناتي على اليوتيوب بتكلم فيهم كل اللغات اللي أنا بعرفها، بس إحنا بنتكلم دلوقتي على اللغة البولندية. كان في مشكلة في إن أنا أتعلم اللغة البولندية، وخاصة إن أنا كنت شغال في السياحة، فلقيت اللغة البولندية مطلوبة. سوق العمل في مصر مع اللغة البولندية كان مطلوب، فلقيت شوية مشاكل في إن أنا أتعلم اللغة ديت، وحابب إن أنا أشارك زي ما اتغلبت على المشاكل ديت. فإن شاء الله بإذن الله هعمل معاكم كورس بولندي أونلاين. طيب، قبل ما ابدا اي لغه المفروض ان انا بسال نفسي 3 اسئله: ليه هتعلم اللغه ديت؟ ليه انا حابب اتعلم اللغه ديت؟ وايه اللي هينفع عليا لما اتعلم اللغه ديت او اكون بتكلمها؟ لان لو ما فيش عائد، مش شرط يكون مادي، بس لو ما فيش اي منفعه في حياتي بتعلم اللغه ديت، يبقى ان انا ما اتعلمهاش احسن. الوقت والمجهود فلوس، لو انا هاخد كورسات اللي ادفعهم في تعلم اللغه ديت، ممكن اعمل اي حاجه تانية كده. فده اول سؤال: ليه اتعلم اللغه ديت؟ او ايه اللي هيقول عليا لما اتعلم اللغه دي؟ تاني سؤال: ايه المصادر المتاحه؟ فمثلا لغه زي الانجليزيه، بسم الله ما شاء الله، يعني في مصر الكورسات الاونلاين والاوفلاين في كل مكان، ومجرها السوق. والكورسات اللي بتبقى موثقه من المركز الثقافي البريطاني او المركز الثقافي الكندي او الامريكي، بسم الله ما شاء الله، منتشر، الواحد ممكن ينزلهم من على النت. فالمصادر متاحه، ولكن مش كل اللغات المصادر فيها متاحه زي اللغه الانجليزيه. ثالث واخر سؤال: ايه خطتي علشان اتعلم اللغه ديت؟ وهتعلمها ان شاء الله في قد ايه؟ يعني لازم عامل الوقت يكون موجود. طيب، اول سؤال: ليه اتعلم اللغه البولنديه؟ كده كده انا حابب موضوع اللغات، وكده كده الحمد لله الواحد كل اللي بيتكلم اكتر من لغه، فموضوع اللغات ده اصلا موجود عندي. ولكن اللغه البولنديه بالتحديد، اولا هي اللي عايز يتعلمها، يعني هي لغه نادره، اللي بيتكلموها في مصر مش كتير، ومفيش كليات زي مثلا آداب أو ألسن أو تربية بولندي مثلا بيعلموا اللغة. ففي كل سنة بيطلع خريجين من اللغة ديت، مع بغض النظر إن التعليم بتاعنا فاشل، وفي ناس كتير بتبقى خريجة الكليات ديت وما بتتكلمش اللغة، بس بغض أيا كان، إحنا بنتكلم دلوقتي عن المصدر الرسمي للحكومة المصرية لتعلم اللغة ديت، مش موجود. مفيش غير لغة تانية أعتقد في ألسن بولندي، ومش قوي أوي صراحة. فاللغة البولندية لوحدها كلغة لغة نادرة، وسوق الشغل في مصر في الإرشاد عادي. طيب، أنا دلوقتي بتكلم اللغة، أنا لسه ما اتعلمتش، بس لو افترضنا دلوقتي إن أنا بتكلم اللغة البولندي ومفيش زي فيها وكله تمام، إيه اللي هيقول عليا من إن أنا أتكلم اللغة دي؟ في عندي زي بقية اللغات يا إما كول سنتر، وده مش أحسن حاجة، لأن الكول سنتر عبارة عن ستيب، عبارة عن مرحلة. هو مش مجال إن أنا أشتغل فيه. بس هو يعني حاجة مؤقتة كويس، بتجيب دخل كويس. ففي الكول سنتر فرق بينه وبين اللغة الألماني، رغم إن الألماني سوق. الكول سنتر البولندي عبارة عن شركة واحدة، أكونت واحد في الشركة، فمش ده اللي أنا أتعلم لغة علشانه. والدخل بتاعه أعلى من الكول سنتر الألماني بحاجات بسيطة، 1000 أو 2000 تقريبا. أو الإرشاد السياحي في مصر عليه طلب عالي جدا، خاصة إن في فعلا بيجوا كتير مصر زباين بحر زي ما بيقولوا في البحر الأحمر، زي الغردقة وسفاجة ومرسى علم. ومن الناحية التانية شرم الشيخ، دول أكتر ناس بيجوا في مرسى علم وشرم الشيخ، بس أكتر حاجة رقم واحد مرسى علم. وبيشتروا كتير رحلات غردقة والأقصر، اللي هو بيبقى المطلوب فيها المرشدين بتوع اللغة البولندية. فكجنسية أو لغة بولندية، تخصص الإرشاد السياحي الطلب عالي، واللي بيتكلموا قليل. وفي بقى أصعب حاجة، ودي حاجة قليلة جدا، يعني اللي ربنا بيوفقه إن هو يسافر سواء دراسة أو شغل في بولندا، فده موضوع تاني وربنا يوفق الجميع. بس ده مش الحاجة الموجودة في مصر. كونك إن أنت تسافر بره ديت حاجة كويسة وتتشال فوق الراس، بس أنت وأنت في البلد تعلمك بيكون أسهل كتير من وأنت في مصر أو في الوطن العربي. طيب، المصادر المتاحة: إيه المصادر المتاحة لتعلم اللغة البولندية؟ في عندنا اونلاين وفي اوفلاين. الاوفلاين اللي هي الكورسات اللي احنا بندفع لها فلوس وبنروح نلاقي مثلا مدرس وناس بتتعلم. ده مش كتير، بس اللي انا شفته بعيني، لان انا كنت شغال في السياحه في الغردقه، ما فيش غير 2 بيعلموا اللغه، او سنتر او مركز تعليمي بيعلم اللغه ديت، وده مع احترامي الشديد مش احسن حاجه. ده راجل بيتعامل كانه اله. اتعلمت اتعلمت، ما اتعلمتش ما اتعلمتش، بس انا لو رضيت عليك سواء انت اتعلمت او ما اتعلمتش، بتتكلم او ما بتتكلمش، انا رضيت عليك، انا شايفك بتتكلم، فانت معايا كويس. ولكن كمدرس لا، مش احسن حاجه. في ناس كتير جدا 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 طلعت من ايده او خدت معاه كورسات وما اتعلمتش وما بقتش بتعرف تتكلم.
فده بالنسبة لي أنا مش مصدر، مدرس فاشل بمعنى صح. وفي واحدة بولندية في الغردقة في السقالة، مركز تعليمي اسمه هواي تقريبا. ديت كويسة، ولكن مش عارف في الوقت في 2025 الكورس ب 1000 ونص تقريبا على ما اتذكر، فانا ما خدتش معاها فما اقدرش احكم عليها. ولكن لما عملت معاها تحليل مستوى وكلمت معاها لقيت ان هي ما بتتكلمش لا انجليزي ولا عربي، ما فيش غير بولندي، ويعني بنفك طلاسم. بس هي مدرسة كويسة بتحاول انها تعمل اللي عليها لغاية ما المعلومات توصل. طيب انا في القاهرة مثلا في كورسات اونلاين ما اقدرش احكم عليها، ولكن لو دخلنا على اليوتيوب هنلاقي في كورس اونلاين اللي انا بعمله دلوقتي، وفي واحد اسمه جورج سمير عامل بلاي ليست فيها 26 فيديو. اما بقى لو دورنا على تعليم اللغات بالانجليزي زي مثلا البولندي عن طريق الانجليزي فهنلاقي كتير بقى learn Polish with Blondes, learn Polish with Veronica, learn Polish with Monica. هنلاقي في مصادر كتير جدا. طيب ثالث واهم سؤال، ايه خطتك علشان تتعلم اللغه البولندي وفي قد ايه؟ اهم حاجه المشتت لا يصل. يعني تعدد المصادر رغم انها مش كتير قوي يعني، بس ان الواحد يشتغل على اكتر من مصدر في نفس الوقت المشتت لا يصل. انا كنت شغال مدرس انجليزي وبعد كده اشتغلت مدرس الماني، وكده كده عارف المبادئ الاساسيه اللغات اللاتينيه بوجه عام كلها متقسمه A1 A2 B1 B2 C1 C2. A1 A2 ده اللي هو الواحد المبتدئ، تبقى اساسيات بتبقى هي في كل اللغات. زي مثلا في A1 على سبيل الحصر، على سبيل المثال وليس الحصر، زي مثلا ايام الاسبوع، شهور السنه، ازاي تقدم نفسك، verb to be verb to have اللي هو يكون، وازاي تعبر عن التاريخ، ازاي تعبر عن الوقت. فعلشان تكون واضح وصريح مع نفسك، انت لسه بتبدا في اللغه جديد، فانت هتتارجت او هتستهدف A1 في البولندي. طيب A1 زي ايه؟ على سبيل المثال وليس الحصر زي ما قلت من شويه، الحروف، ودي ما بنصحش ان احنا نبدا بيها، دي تاني حاجه وتالت حاجه نبدا بيها. الضمائر، ايام الاسبوع، شهور السنه، الساعه، الارقام. طيب هتعلمها في قد ايه؟ على حسب ما ادي وقت، على حسب الفتره الممكن. بس ما فيش حاجه اسمها ان انا اتعلم لغه كامله في 6 شهور، على الاقل من 9 شهور لسنه لو انا شغال يعني كل يوم ساعه او ساعتين في اليوم. طيب حاجه كمان، اسيب شغلي واسيب دنيتي عشان اتعلم بولندي في وقت قليل، ده مش احسن حاجه، ده مش عملي. لان كده كده ساعة أو ساعتين في اليوم كافيين، بس أهم حاجة الاستمرارية. ما بيتعلمش اللغة غير المستمر، وتغلط وتتعلم من غلطك، تتعلم تاني، تكمل تاني، تغلط تاني، تتعلم تاني لغاية ما توصل. أتمنى يكون الفيديو مفيد. أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله مع أول درس لتعلم اللغة البولندية. السلام عليكم.